كل واحد فيه اتجاه مصرف فيه. شوفي انت فين البند اللي انت مصرفه فيه ووفري منه، اكسري قرش منه، تعالي على نفسك. معلش، طب انا مش بتاعت شغل يا هبه، ما اقدرش اجي على نفسي، انا يا دوبك ماشيه نفسي بالعافيه، انا وبرضه عايزه احوش. انا يا ستي مش ده هبدا تحويش لحد كده بقى، لازم انا اقف واقفه مع نفسي. امتى هبدا تحويش؟ امتى هبدا اوفر؟ امتى اخد القرار؟ لا، القرار في ايدك، بس طول ما انت عماله بتاجلي في الموضوع عمرك ما هتبداي. ده انا هروح اصيف بعد اسبوع يا هبه بلاقي فلوس طارت. الفلوس حصل فيها ايه؟ ما بلاقيهاش، بتتبخر. انا هعرفك الفلوس دي راحت فين، انا هعلمك تعرفي الفلوس دي راحت فين. لو قلنا ان انتي بتصرفي في البند ده 500 جنيه في الشهر، تعالي نحسبها 500 في 12 شهر ب 6000 جنيه. في ناس بتعمل جمعية عشان تقبضها 6000 جنيه او ست. ما تبط اقري، شغلي دماغك بدل ما انت قاعده طول اليوم من المسلسل ده للمسلسل ده، من الفيديو ده للفيديو ده. ليه؟ هم احسن منك في حاجه؟ مفيش حد احسن منك، كله بدأ صغير. الاجتهاد طعمه حلو قوي، النجاح طعمه حلو. اشتغلي، حضري، اسمعي، اقري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة، يا ريت ننزل تحت نصلي على النبي زي ما احنا متعودين، او نقول ذكر من اذكارنا. انا هبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. النهاردة فيديو مهم جدا 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 للناس اللي ما بتعرفش تحوش، الناس اللي ما بتعرفش توفر. النهارده هتوفري معايا، يعني هتوفري، هتحوشي يعني هتحوشي. هتطلعي من الفيديو ده مغيرة تفكيرك كله. هتوفري، هتحوشي، هتتعلمي ازاي توفري معايا، ازاي تحوشي، ازاي يبقى ليكي مبلغ كده متشال على جنب. طيب جايلنا بايه يا ست هبه النهارده؟ هقولك يا حبيبتي جايلك بايه النهارده. اول حاجه، ايه اكتر حاجة بتصرفي فيها فلوس؟ في بند بعد طبعا ما تشتري الحاجات الاساسيه. احنا بنقول زي ما احنا متفقين ان احنا كل اول شهر بنروح نعمر بيتنا، بنملى بيتنا بالحاجات اللي ناقصاه، بنعمل جرد كده للحاجات اللي موجوده في الفريزر، للحاجات اللي موجوده في المطبخ، ونروح نكمل من السوبر ماركت باقي الحاجات اللي فاضله. بنشتري بقيه الخزين بتاع الفريزر من اللحوم زي ما احنا متفقين. طيب انا على سبيل المثال صرفت، جبت خلاص طلباتي، ايه بند بند الرفاهيات. طب واحده تقولي احنا الدنيا غاليه يا هبه، ما عادش في حاجه اسمها رفاهيات. الكلام ده اول بند ده مش ليكي يا حبيبتي. انا بتكلم الناس اللي اقل حاجه بتصرف فيها فلوس. لو خارجه تودي ابنها الدرس بتصرف فلوس. لو خارجه رايحه اي مشوار، خارجه تتمشى، خارجه تزور صاحبتها، خارجه تروح اي حته، بتصرف طول ما هي ماشيه، بتعرفش تمسك ايديها. طيب يا هبه هنعمل ايه في الناس دي؟ هقولك، يعني مثلا وهي رايحه الدرس تودي ابنها، عجبتها بلوزه بتشتريها حتى لو عندها بلوزه قريبه منها، بس دي عجبتني. وهي ماشيه راحت تجيب طلبات من السوق، عندها طماطم بايع، قال لها تعالي وانا هكرمك في الاربعه خمسه ست كيلو طماطم دي، يقول لها تعالي وانا هكرمك في فلوسهم. هتشتريهم حتى لو عندها طماطم، هتشتري بطاطس حتى لو عندها بطاطس. لا، احنا مش عايزين كده. لو عاجبها ترنج لابنها وهي ماشيه، حتى لو ابنها مش محتاج الترنج او التيشيرت ده، هتشتريه. لا، انا عايزاكي تلغي الفكره دي من دماغك. امسكي نفسك وانت خارجه، اتعلمي ان انت تقللي خروجك واحده على واحده. الفكره دي هتنسيها. اتعلمي وانت خارجه تبقى واخده الفلوس على قد المشوار اللي انت رايحه فيه، لحد ما ماشي. في ناس ما بتعرفش تخرج بفلوس قليله لحد ما تمسكي ايدك. البند ده لوحده هتلاقيها بتصرف مبلغ محترم. مثلا هنقول الناس ديت ممكن تصرف لها في الشهر 1000 جنيه. 1000 جنيه هبه تتهزر؟ والله في ناس بتصرف اكتر من كده. احنا هنقول 500 جنيه، هنقسم البلد نصين ونقول اللي هي بتصرف في الرفاهيات دي 500 جنيه. هنيجي ايه اول الشهر، اول ما تمسكي كده المرتب بتاعك، هتروحي جايه شايله من 500 جنيه دول 250 جنيه وتعينيهم على جنب. بتصرفي 1000 جنيه، هتمسكي 500 جنيه. طيب بقى معايا 500 جنيه، هعمل بيهم ايه يا هبه؟ 500 جنيه دول هيجيبوا ايه في الزمن ده؟ هقولك تعملي بيهم ايه. هتروحي رايحه جايبه بيهم حاجه دهب. حاجه دهب ب500 جنيه؟ انت اتهبلتي؟ جننتي؟ ايوه حاجه دهب، بريمه خاتم دهب
حلق دهب. حرف من الحروف الصغيرة ده مستعمل، المصنعية بتبقى بتاعته قليلة لو معاك أكتر من 500 جنيه. قفل بتاع السلسلة، مش في ناس السلسلة بتاعتهم بتقطع منهم القفل ويقع. اه، بيروح بيعملوا ايه؟ بيبيعوا السلسلة ولا بيركنوها؟ لأ، بيروحوا يشتروا لها قفل. القفل ده مبيعملش 500 جنيه، مبيعملش أكتر من 500 جنيه. البريمة بتاع الحلق الصغنن ده بتاع الأطفال أو بتاع الكبار، اما بيقع البريمة بتاعته بيرموا الحلق ده لو الحلق ما وقعش يعني. بيرموه؟ لا، ما بيرموهوش، برضه بيروحوا يشتروا له بريمة. بريمة على بريمة على حاجة صغيرة في الدهب، هتلاقي على آخر الشهر بآخر السنة معاكي مبلغ محترم. احنا لو قلنا ان انتي بتصرفي في البند ده 500 جنيه في الشهر، تعالي نحسبها 500 في 12 شهر ب6000 جنيه. في ناس بتعمل جمعية عشان تقبضها 6000 جنيه. 6000 جنيه مبلغ كبير، مش مبلغ صغير دلوقتي. 6000 جنيه دول ممكن يجيبولك خاتم دهب جرامين، خاتم مستعمل اكتر من كده. فليه نصرفهم في حاجات؟ انا عندي بيجامه، انا عندي بيجامات كتير، ليه اروح اجيب بيجامه بعده؟ لا، دوابي اللي عندك. انا عارفه ان الناس اللي بتحب تشتري الحاجات دي اول باول. كده خلصنا اول بند. تاني بند معانا ايه يا هبه؟ في ناس بتقول تيجي كده اول ما تشتري طلبات البيت، مثلا بتقبض 5000 جنيه. هنقول مثلا بتجيب طلبات بيتها وخزينها وحاجتها 4000 جنيه، بيفيد معاها 1000 جنيه. تقول باجي بعد اسبوع يا هبه بلاقي فلوس طارت. الفلوس حصل فيها ايه؟ ما بلاقيهاش، بتتبخر. انا هعرفك الفلوس دي راحت فين، انا هعلمك تعرفي الفلوس دي راحت فين، وعشان بعد كده تستثمريها، تحاولي توفري منها. تعرفي لا ده راح 200 جنيه ملهمش لازمه، لا ده بعد كده ال 200 جنيه دي هعينها على جنب. راح مش عارفه ايه، صرفت 50 جنيه ما كانش المفروض تصرف، لا ال 50 جنيه دي هعينها على جنب. طيب سي مثلا احنا بناخد مرتبنا مثلا 5000 جنيه في الشهر، جبت طلباتي ب 4000 جنيه. ال 1000 جنيه ده بقى انا هعرف ال1000 جنيه ده راح فين، يعني راح فين. لو جبتي ب10 جنيه لب تسجليها، هاتي الكشكول كده. احنا نتعب اول شهر بس وبعد كده هنرتاح. انا عايزه بس اعرف ال1000 جنيه ده اتصرف في ايه. اول شهر هنروح جايبين كشكول او كراس ورقه، هتأيدي فيها كل ان شاء الله صرفت جنيه، تكتبي الجنيه ده راح فين. اشتريت نزلت مثلا السوق، جبت خضار ب100 جنيه، ارجع اكتب 100 جنيه خضار للسوق. ابنك خد مثلا منك 10 جنيه يشتري حاجة من السوبر ماركت، 10 جنيه حاجة حلوة. جبتي مثلا أي حاجة ب10 جنيه لب. دفعتي مثلا مية كذا، ده أنا صرفت في المواصلات كذا، ده أنا وأنا راجعة الست بتاع المحل قالت لي اشتري، تعالي خدي البيجامة دي وهريحك في سعرها. فاتدبست في بيجامة، أكتبها. هكتب كل جنيه راح فين لحد اخر الشهر، اعرف ال1000 جنيه ولا الفلوس اللي انا بقول عليها طارت في الشهر ما بستفدش منها، اعرف هي راحت فين. يبقى كده انا سهلت على نفسي وعرفت انا بصرف ايه وبصرفه فين وليه. فبعد كده هعرف الفلوس ديت ملهاش لازمه ان هي تصرف في المكان ده، لا ده انا امسك من ايدي من ناحيتها، بدل ما اصرفها في المكان ده احطها في حصاله التوفيه، انا كده استفدت منها. هتبصي انا النهارده جايه قاتل يا مقتول، هتحوشي وتوفري معايا، يعني هتحوشي وتوفري معايا. يبقى كده احنا استفدنا، احنا عرفنا. اي جبت فاكهه، جبت 100 جنيه فاكهه. بصي كل حاجه هتتقيد في الكراسه دي هتيجي في اخر الشهر تعرفي انتي صرفتي ايه، هتعملي حدود لنفسك. بعد كده حاولي البند اللي بعد كده، حاولي تطوري من نفسك، حاولي تجددي حياتك. حاولي تشوفي ايه اللي انت المجال اللي انت بتعرفي تشتغلي فيه. ما تقوليش ما تحطيش ايدك على خدك الظروف ومش الظروف، لا. دلوقتي الحياه كلها سوشيال ميديا، يعني تقدري تشتغلي وانت قاعده في البيت مع ولادك معززه مكرمه، توفري ساعتين 3 على حسب وقتك وتشتغليه. طيب هشتغل انا ما فهمش حاجه، افتحي قناه على اليوتيوب. اللي انت بتسمعيهم ليل ونهار دول مش احسن منك، اللي انت عماله تديهم فلوس. هم بدأوا، هم سعوا، هم عتاولة اليوتيوب ما كانوا في يوم من الايام صغيرين، بس الشغل الاجتهاد السعي بيشتغلوا على نفسهم جامد، بيطوروا على نفسهم. اسمعي فيديوهات، لو
في مجال معين انت عارفه ان انت شاطره في المجال ده، خدي فيه كورسات. اليوتيوب مخلاش حاجه مش موجوده، خدي في كورسات، طوري من نفسك. ابسط حاجه، شوفي ايه المجال اللي بتعرفي تعرفي فيه، وافتحي قناة على اليوتيوب في المجال ده. بتعرفي تطبخي، بتعرفي تعملي روتينات، بتعرفي تتكلمي مع الناس كويس. طوري من نفسك، مفيش حد احسن منك. استثمري وقتك من دهب، بس انت اللي بتضيعيه. بدل ما انت قاعده على التليفون عماله تسمعي في فيديوهات ملهاش لازمه، فيديوهات تحديات، فيديوهات وعماله تضحكي وتعملي، ما انت بتديلهم دخل. لا، ما تعملي لنفسك دخل شهري. آه، طوري من نفسك. شوفي انتي لازم تقفي واقفه مع نفسك كده، انا بفهم في المجال ده. اسمعي فيديوهات، ما اقري. شغلي دماغك، بدل ما انت قاعده طول اليوم من المسلسل ده للمسلسل ده، من الفيديو ده للفيديو ده. ليه؟ هم احسن منك في حاجه؟ مفيش حد احسن منك. كله بدأ صغير، بس مع مجهود اللي بيبذلوه الشغل السنين، هو ده اللي خلى الواحد كبير في يوم من الايام. فحاولي تفكري فيها وتحسبيها صح. الاجتهاد طعمه حلو قوي، النجاح طعمه حلو. اشتغلي، حضري، اسمعي، اقري. اللي بعد كده ايه يا هبة؟ يا ريت لو وصلت لحد هنا، قبل ما نكمل البنود اللي بعد كده، تدعميني باشتراك للقناه لو انت اول مره تشوفيني. أنا اسمي هبه. وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معايا. وتعملي لايك وتنزلي تذكري الله زي ما احنا متعودين في الكومنتات. بحبكم في الله. اللي بعد كده يا هبه، امتى هبدا تحويش؟ لحد كده بقى لازم انا اقف واقفه مع نفسي. امتى هبدا تحويش؟ امتى هبدا اوفر؟ امتى اخد القرار؟ لا، القرار في ايدك، بس طول ما انت عماله بتاجلي في الموضوع عمرك ما هتبداي. ده انا هروح اصيف في السنه دي وبعد كده ابدا تحويش. لا، ده اولادي بس يخلصوا الدروس والمدرسه بتاعتهم وهبدا تحويش في الاجازه الكبيره. ده انا هشتري الدرس دوت وهبدا تحويش. ده انا هخرج النهارده يوم كده ارفه بيه عن نفسي وبعد كده ابقى افكر في التحويش. طول ما انت عماله تاجلي في القرار، طول ما انت عماله تقولي مش دلوقتي لسه بدري، لا ده انا لسه الوقت طويل قدامي، لا، عمرك ما هتبدأي. انت لو كنت بدأتي عندك حلم وبدأتي مثلا من 4 سنين انك توفري تحوشي، كان زمانك في مكانة تانية، كان زمانك وصلتي على الأقل، شلتي جزء كبير قوي من اللي انت نفسك تحققيه. كنت زمانك حققتي. 4 سنين الدنيا كانت غير دلوقتي، الدنيا كانت هادية شوية. كان ممكن ان احنا نعرف نشيل قرش على جنب عن دلوقتي كمان. دلوقتي انا عارفة الظروف صعبة، بس هنعمل ايه؟ لازم نشيل قرش على جنب. لو كل يوم 10 جنيه، لو حسبتيها، لو كل يوم 10 جنيه، لو كل يوم 5 جنيه، واحدة واحدة هتلاقي بقى معاكي مبلغ. أول ما تجيبي ال500 جنيه زي ما احنا اتفقنا، أروح جري جايبة بيهم حاجة دهب، بريمة صغيرة، قفل، إذا قدرت أجي على نفسه أكتر من كده وحوشت 1000 جنيه، أجيب حرف صغير مستعمل. المصنعية بتاعته بتبقى قليلة، بيبقى تقريبا مفيش مصنعية، حاجة كلام تافه يعني. فليه اقعد اجل في الخطوة دي؟ رتبي اولويات حياتك من اول وجديد، وشوفي انت هتقدري تستغني عن ايه في حياتك. سواء باكل كل يوم مثلا فاكهة، لا، ما انا اخليها يوم ويوم. مثلا باكل كل يوم فاكهة وتسالي ولب وفشار ومش عارفه ايه، كذا حاجه بحطها. احنا في اجازه والولاد بيحبوا الحاجات دي في السهره وعصاير ومش خلاص، خليها نوعين، كل يوم نوع، كل يوم كده. هتلاقي نفسك من بند التافه ده وفرتي فلوس كتير. يعني لما تعملي مثلا رز بلبن وتجيبي معاه عصير وتعملي ولب وفشار ده كله في يوم واحد. طيب كل يوم كده، لا، ده انت بتصرفي لك مبلغ في الاسبوع على البند الرفاهيات ده او بند التسالي. لا، ما نعمل ايه؟ النهارده عملت مثلا عصير، اعمل معاه مثلا نص كمية الفشار اللي بعملها. تاني يوم نعمل رز بلبن، تالت يوم جيلي، وهكذا. في ناس بتقولك انا ما بعملش كده. شوفي انتي مصرفة، كل واحد في اتجاه مصرف فيه. شوفي انتي فين البند اللي انتي مصرفة فيه ووفري منه، اكسري قرش منه. تعالي على نفسك معلش. طب انا مش بتاعت شغل يا هبه،
ما اقدرش اجي على نفسي. انا يا دوبك ماشيه نفسي بالعافيه. انا وبرضه عايزه احوش. انا يا ستي مش بتاعه شغل، انا مش هعرف اطور من نفسي. انا كده مش هعرف اخد خطوه ان انا اشتغل دي في حياتي. طيب اعمل ايه هبه؟ قولي لي اعمل ايه. انا هقولك تعملي ايه. شوفي انتي مثلا حاولي اول ما تقبضي المصروف الشهري بتاعك تروحي جايه شايله منه قرش على جنب. حاولي بقى توفري من اي جهة. انا شلت القرش على جنب. مثلا باخد 4000 جنيه، شلت منهم 200 جنيه. بصي لو هموت كده مش هاجي ناحيه ال 200 جنيه دول. قدرت اشيل اكتر من كده اشيل. احنا زمان كانوا بيعملوا مثلا اللحوم مره واحده في الاسبوع عشان يعرفوا يكسروا. هي حياتهم كانت كده وكانوا عايشين زي الفل. ما بدل ما كل يوم مرة فراخ مرة لحمة مرة سمك، خليها مش هقولك يوم واحد، خليها يومين في الأسبوع. بجيب فاكهة في الأسبوع مرتين، خليها مرة في تعالي على نفسك مرة في الأسبوع. حاولي تعملي كده، حاولي تكسري قرش. شوفي انت ظروفك عامله ايه، وحاولي اول ما تاخدي المرتب كده وتمسكيه في ايدك تشيلي مبلغ منه على جنب. بصي لو ايه حصل ايه، انا مش هاجي ناحيه المرتب ده، انا همشي نفسي بالجزء اللي انا سبته. اهم حاجه ان انا قبل ما اصرف اشيل القرش، المبلغ اللي انا عايزه اوفره اشيله على جنب. مش هروح الاول اجيب طلبات السوبر ماركت واجيب اللحوم واجيب بتاع مش عارفه ايه واجيب ايه وايه وايه، وارجع في الاخر اقول لا ده انا متوفى معايا 400 جنيه، هشيل ايه؟ ما هو 400 جنيه مش هيقضوني لاخر الشهر. لا، اول ما امسك الفلوس اروح جايه شايله منهم 200 جنيه حطاهم على جنب، او قدرت اشيل اكتر من كده اشيل، وبعد كده اسستم اموري على المبلغ اللي فاضل، مش اصرف وبعد كده اشيل. مش هتشيلي حاجه. فلازما انت التحدي ده انت اللي هتشوفي نفسك هتقدري عليه ولا لا. لازما تكوني قد التحدي، لازما تكوني زي ما بقول كل فيديو، لازما تكوني قد الظروف اللي احنا اتحطينا فيها. الدنيا صعبة، الدنيا بقت مش سهلة، بس لازما تعملي كده عشان قدام، عشان المستقبل، عشان ولادك، عشان عارفة عودي ولادك اللي هم يحوشوا. تعالي سمعيهم فيديو ان انا لو حوشت 500 جنيه هقدر اجيب دهب. هعمل لكم الفيديو ده ويا ريت تسمعوا له ولادكم، يخليهم يعملوا حصاله كده. اول ما يجيبوا 500 جنيه تروحي تفرحيهم بالذهب، تجيبيها يحطها في الحصال واحده على واحده على واحده، هتلاقي نفسهم هم هيحبوا الموضوع. على ما يكبروا يبقى معاهم مبلغ. الذهب ده استثمار صح، احسن من الفلوس. احسن ما تحوشي فلوس على جنب. الفلوس مع الوقت بيبقاش لها قيمه. 200 جنيه من سنة قيمتها مش زي دلوقتي. ال200 جنيه كنت بتنزلي بقى السوق تملي التلاجة بتاعتك والفريزر، بتملي بيتك بيها وتعمري بيتك لأسبوعين قدام. دلوقتي ال200 جنيه عايزة 200 كمان زيها عشان تعمري التلاجة. ف زمان غير دلوقتي. السنة الجاية غير السنة دي. آه، واحدة واحدة الجنيه قيمته بتقل، الفلوس قيمتها بتقل. لا ده انا استثمرها في الذهب، الذهب عمره ما بيخسر. الذهب ده للاستثمار اللي قدام. ما تجيبيش ذهب دلوقتي وتقولي لا ده انا بعد شهر لا ده الذهب رخص، لا مبصلهاش كده. ده استثمار لبعيد، بعد سنة بعد 2 بعد 3 هتعرفي ان انت كده كده كسبانة. حتى لو جبتي ذهب بمصنعيته انت اللي كسبانة. لان قدام قبل كده انا كنت جايبه دهب ب 300 وحاجه. شوفي دلوقتي ايام الشبكه بتاعتي، دلوقتي الدهب معدي 3000. فلا واحده واحده. ده الدهب دلوقتي هيبقى ب4000، 500 جنيه ب3000 ونص، ب4000. 500 جنيه ايه بتوعك دول اللي هيجيبوا ده؟ والله هيجيبوا. هعمل لكم الفيديو مخصوص عشان تعرفوا ان 500 جنيه هيجيبوا دهب. قدرت تزقي نفسك شويه و1000 جنيه هتجيبي دهب. شوف الدهب ب3 ونص هخليكي تجيبيه ب500 جنيه، وهعلمك ازاي تجيبيه. احسن ما تعيني فلوس كده. الدهب استثمار حقيقي زيه زي العقارات زي الحاجات دي. قيمتها ما بتقلش، ده بالعكس لا بتزيد. وربنا يغنينا ويغنيكم بفضله. ويرزقكم جميعا يا رب. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا واستفدتوا من الفيديو بتاعي تدعموني بلايك واللي ما اشتركش في القناة انا شايفاكي، يا ريت تدعميني باشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، مع الف سلامة.